عايزين نوصل لنا ولاهالينا ولاصحابنا ولاي حد الفكره اللي انا هقول لك عليها دي، وقول لي رايك فيها. ان احنا نعامل الاكل بالكيف مش بالكم. يعني انا مستفاد ايه من الاكل اللي انا باكله، مش كلت قد ايه. في واحد يقول لك ده انا رحت مطعم وكلت فرخه. طب استفدت ايه اما كلت فرخه لوحدك؟ كلت كيلو كباب لوحدي، كلت نص كيلو كفته، كلت مش عارف سندوتش، طبقين ثلاثه كشري. طب جسمك استفاد ايه من الطبقين ثلاثه كشري او من كيلو الكباب او فكروا ان احنا بنستفاد من الاكل، ان احنا بناكل الاكل ده عشان نعيش وعشان نستمتع بيه، مش عشان نتعب منه. مش عشان نتعب منه. ما تحاولش تاكل وتملى بطنك قوي، لانك هتتعب والله العظيم. هتخش الحمام هتتعب، هتمشي في الشارع تعبان وهتروح للدكتور، وقصه كبيره كده بسبب ان انت اللي عامل كده في نفسك. يعني انت اللي عامل كده في نفسك، محدش جبرك ان انت تاكل كتير. فوصلوا فكره الاكل ان هي متعه، وان هي استمتاع، وان احنا نستفاد منه مش نتضر منه. مش نتضر منه. بدل ما هاكل 3 رغيفه هاكل رغيف ونص، هاكل رغيف. بدل ما هاكل اكل مراتي مثلا عامله اكل جميل وطعمه حلو، عامله صينيه بشاميل بنت جنيه، مش لازم اروح في خرطتين 3، اروح في خرطه واحده واقوم من على الاكل. عايز تستمتع بالاكل، كل الكميه اللي قدامك خليها كميه صغيره، وقوم من على الاكل. قوم اشرب ميه، قوم اغسل ايديك، قوم اتكلم في التليفون، قوم اعمل اي حاجه. بعد شويه هتحس ان الحته اللي انت كلتها دي هتلاقيها هي شبعتك. بس احنا عندنا سياسه ان احنا بنقعد، الاكل عجبني، كلت حته اغرفي لي حته كمان، كلت طبق رز اغرفي لي طبق كمان رز طعمه حلو مع الملوخيه مع مش عارف ايه، طعمه حلو، اضرب اترس اتعب. اجي وانا بعد ما اخلص اكل مش قادر، صدري واجعني، مش قادر. طب وليه يا عم؟ ما هو ده من الاكل اللي انت اكلته، مش من نوعيه الاكل، لا من الكميه اللي انت اكلتها. ففكروا ان احنا نعمل حاجه حلوه، ان احنا نستمتع بالاكل بالكيف مش بالكم. انا جسمي استفاد ايه من الاكل اللي انا اكلته؟ اكلت طبق سلطه، انا اكلت استفدت منه ايه؟ اكلت طبق مكرونه استفدت منه ايه؟ اكلت حته مش عارف ايه استفدت منها ايه؟ فمشيها كده، مشيها كده عشان الموضوع ما يوصلش بعد كده لدكتور وجيم ورجيم غصب، وتعمل كل حاجه غصب عشان انت جسمك تخين وحاجات كتير كده، وتوصل بقى لشك انسولين. ربنا يحفظنا جميعا. انا مش بكرهك او بقول لك ان الحاجه دي وحشه او بكرهك في الدنيا. يا عم سيبنا نستمتع. لا، مشي الدنيا واحده واحده كده، وخد من في حياتك كده نهج الاكل والشرب، ان احنا نستمتع منه مش نتعب منه. السلام عليكم.